صلى على النبي. بصوا يا جماعه، احنا عندنا verb to be. verb to be من اهم الافعال اللي موجوده في الانجليزي. ولا اي جمله ولا تتكلم ولا تعمل اي حاجه ولا تحل بدونه. verb to be ده اللي هو فعل الكون. ايه هو فعل الكون؟ اللي هو يكون. طيب كلمه بي دي البيس فورم، الشكل الاساسي، بس لما اجي بستخدمه في الحل وفي الكلام مش بستخدمه بالشكل ده. هنطلع منه 3 اسهم. هو كده كده بي دي معناها يكون، بس لما اجي استخدمها مش هستخدمها كده. هيطلع منها اول سهم اللي هو ام، تاني سهم اللي هو ار، تالت سهم اللي هو از. ال3 دول معناهم يكون. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ ان انا بستخدم كل واحده في حاله معينه. طيب ايه هي الحالات دي؟ قال لك حسب الفاعل بتاعي هستخدم بناء عليه ام او از او ار. خليها از وار. طيب انا عندي الافعال، عندي الاي اللي هو انا، وعندي هي اللي هو هو، وعندي شي اللي هي، وات هو او هي الغير عاقل. اي حاجه مفرد غير عاقل، باب، قطه، كلب، تليفون، كل الحاجات دي غير عاقل مش انسان ات. وعندي وي، يعني ايه وي؟ نحن. وعندي يو، يعني ايه يو؟ انت او انت او انتم. انت او انتي او انتم، كلها يو. وعندي اخر حاجه they اللي هي هم. احنا قلنا نحن اللي هي وي. خلي بالك بقى، كل واحده فيهم هتاخد شكل من verb to be. عندي الاي، ركز بقى، الاي هتاخد ام، الهي والشي والات هتاخد از، الوي واليو والذي هتاخد ار. انت لما تيجي تترجم هي نفس الترجمه. يكون، انا اكون، هو يكون، نحن نكون، هم يكونوا، نفس الترجمه. بس يكون دي بتختلف من فاعل للتاني. يعني انا لو عايز اقول انا اكون، مش هينفع تقول لي اي از مثلا او اي ار، غلط. اي ام ثابته، هي شي ات، هي از شي از، ات از، وهكذا. وي يو ذي كلها هتاخد ار. اتفقنا؟ طيب عايز اقول مثلا انا احمد، اقولها ازاي؟ انا يعني ايه؟ اي. طيب هقول اي احمد، مفيش حاجه اسمها فين فيرب تو بي فعل الكون. يبقى اي ام، لان الاي بتاخد ام وبعدين هتقول احمد. عايز تقول انت ذكي، انت يعني ايه؟ يو هتاخد ايه الفيرب تو بي بتاعها؟ ار. يو ار ذكي، سمارت. عايز اقول نحن سعداء، نحن وي، وهتاخد ار. وي ار هابي. عايز اقول القطه سريعه، القطه يعني ايه؟ ذا كات، القطه. طيب هي القطه دي مفرد ولا جمع؟ از ولا ار ولا ام؟ از. الفيرب تو بي بتاعها از. يبقى the cat is fast، القطة سريعة. يبقى هتستنتج من كده اللي احنا أول حاجة بنقول الفاعل، السبجكت بتاعي، وبعدين بتحط verb to be بناء على الشكل بتاع الفاعل، وبعدين بتحط الصفة وتكمل الجملة. بدأ بالفاعل اي، الاي هتاخد ام وبعدين جبت الصفة بتاعتها والاسم. يو تاخد ار، وي هتاخد ار، القطة هتاخد از،
يبقى الفاعل وهياخد فيرب تو بي الخاص بكل فاعل. ده بالنسبه للجمله المثبته. فاعل فيرب تو بي اللي هو فعل الكون وبعدين الصفه او الاسم. طيب دي جمله مثبته. انا عايز اسال بقى. تعالى نعمل اسئله على دول. قال لك طيب اسال ازاي؟ قال لك مفيش اسهل من كده. مش انت كنت بتقول الفاعل وبعدين فيرب تو بي وبعدين الصفه؟ لما اجي اسال هتبدا بفيرب تو بي. هقول فيرب تو بي الاول وبعدين الفاعل وبعدين الصفه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا زي الجمله دي We are happy. نحن سعداء. طب عايز اقول لك مثلا هو احنا سعداء؟ هل نحن سعداء؟ هنقولها ازاي؟ Are we happy؟ Are we happy؟ هل نحن سعداء؟ The cat is fast. القطة سريعة. دي جملة مثبتة. أنا عايز أسأل، عايز أقول هي القطة سريعة؟ هل القطة سريعة؟ أبدأ بمين؟ بإز. هل مين؟ القطة. يبقى is the cat fast أو fast الاتنين صح. بس كده، مفيش أسهل من كده. في الجملة المثبتة هتبدأ بالفعل وبعدين هتختار الشكل اللي بيمشي مع الفعل سواء am أو is أو are. طيب في السؤال اعكس. ابدأ بآر، ابدأ بالإز، ابدأ بالآم، عادي جدا. كل اللي عايزك تعرفه هنا شكل فيرب تو بي مع الفعل. تكون حافظ مين اللي بياخد ام ومين اللي بياخد از ومين اللي بياخد ار. حلو؟ وام واز وار بتيجي بعد الفاعل في الجمله المثبته. طيب في السؤال ببدا بفيرب تو بي، ببدا بالام او ببدا بالاز او ببدا بالار. صعبه؟ سهله ايه؟ كل ده احنا كل ده لسه بنسخن بس. احنا اتفقنا فيرب تو بي اللي هو يكون، صح؟ طب ما انا ممكن اقول كان، صح؟ مش انا ممكن اتكلم عن حاجه في الماضي؟ انت بتقول لي دلوقتي هو يكون سعيد. طب ما انا ممكن اقول هو كان سعيد. ده هم كانوا في المدرسه امبارح. طيب فعل الكون ده بقى لما اجي استخدمه في الماضي قال لك بس كده تعال نستخدموه فيرب تو بي. هيبقى في الماضي كان او كانوا. هنطلع منه سهمين was were. لازم تعرف دي بتاخد انهي فاعل ودي بتاخد انهي فاعل. سهله. was هتيجي مع الاي والهي والشي والات، وطبعا اي اسم مفرد معانا. لو قلت احمد، لو قلت ذكات، لو قلت مريم، لو قلت سجا، كل ده مفرد هياخد was. طيب بالنسبه للوير الوي واليو والذي، وطبعا واي اسم جنب. نفس الكلام اللي قلته verb to be في المضارع هقوله في الماضي، بس الفرق اللي انا بدل ما اقول يكون هقول كان. بس عايز اقول هو كان سعيد. هو يعني ايه؟ هي كان was او were. طيب هي بتاخد was ولا were؟ was. تبقى he was happy. هو كان سعيد. طيب هم كانوا في المدرسة. هم يعني هم they كانوا was ولا were؟ were. هم كانوا في المدرسة at school. يبقى دي ودي معناها كان. كل اللي عليك اللي انت تحفظ ان دي بتاخد دي ودي بتاخد دي بس. طيب يا ترى كده الجملتين دول لو عايز اسأل عليهم هعمل ايه؟ هتعكس بس كده. he was happy. عايز اقول هو كان سعيد يبقى was he happy بس كده. نفس القاعدة was he happy. هل كان سعيد؟ طيب they were at school. هم كانوا في المدرسة. هل هم كانوا في المدرسة؟ أبدأ بمين؟ were they at school. بس دي لها قواعد بتتحفظ صح؟ طبعا. ايه القاعدة اللي هي تتحفظ؟ تعرف ان الاي والهي والشي والات بياخدوا was لو بمعناها كان، وبتاخد is لو بمعناها يكون. طب were we you they كانوا. طب يكونوا في المضارع are. اول جملة the boy
نقط at the party yesterday. الولد في الحفلة امبارح. الولد عايز اقول كان. the boy am ولا was ولا is؟ كان في الماضي. was. طيب هسألك سؤال، ليه اخترت was وما خدتش is مع ان المفرد اصلا بياخد is؟ عشان ماضي، عشان هنا في yesterday امبارح، ما ينفعش اقول الولد يكون في الحفلة امبارح، الولد كان. اتفقنا؟ my father. father يعني ايه؟ بابايا. my father not a doctor. عايز اقول والدي يكون طبيب. my father am ولا is ولا are؟ مفرد هتاخد ايه؟ is. مفرد هياخد is. خلي بالك عشان ده سؤال، طالما في نقط في الاول وبيسأل على verb to be ده سؤال، حتى في الاخر في ايه؟ علامة استفهام اهي. نقط they here last night. عايز اقول هل هم كانوا هنا الليلة الماضية؟ الليلة الماضية دي ماضي، يبقى هقول هل كانوا. they بتاخد was ولا بتاخد were؟ جدع، تبقى were. طيب اسأل سؤال، طب ما they برضو بتاخد are عشان دي في الماضي، عشان في last night الليلة الماضية. صعبة؟